هنعمله السمك بلون الأصفر الحلو الجميل اللي انتوا شايفينه ده، واقول لكم عملته ازاي مع الرز اللي انتوا شايفينه زي العسل، ولا نكرمله بقى سكر ولا اي حاجة. هوريكم الطريقة الحلوة الجميلة زي الفل وزي العسل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتوا طيبين. خلاص أيام وينهل علينا رمضان. قبل ما نوريكم السمك لازم ننضفه تنظيفة حلوة، واقول لكم السمك ده نوعه ايه بالظبط. السمك ده طبعا بولتي، بس النوع بتاعه سمك يعتبر من البحيرة. سمك البحيرة ده يعتبر كلته سمنة من جوه، وظهره زي ما انتوا شايفين عالي، ويبقى كله لحم. ديت سمكة البحيرة، واللي يعرف سمك البحيرة معروف ان هو كلته يعتبر سمنة من جوه. هننضفه بقى تنظيفة حلوة حسب ما انت بتنضفي. بيقولوا كل بيت وليه مدار. وما تنسونيش في اللايك والشير، واللي يشوفني لأول مرة فعل الجرس عشان يوصله كل جديد فضلا وليس أمرا. وما تنسونيش في الاشتراك في قناتي، عشان احنا في الأيام مفترجة يا رب كده. زكوا عليا يا جماعة، زكوا عليا ان انتوا تشتركوا عندي. زي ما انتوا شايفين ظهرها بسم الله ما شاء الله زي الفل عالية كده، تبقى ديت سمكة يعتبر من البحيرة. جميلة وزي الفل وزي العسل. طبعا احنا بننضفه، بنشيل الزعانف كده كلها. لو انتي بقى مش عايزة تشيل الزعانف كلها ولا السفة وتفتحي بطنه، دي يعتبر سمك هتشويها بس من غير ما تطلعي المصارين بتاعتها. بتسيبي كل اللي احنا بنقصقصه ده وما تحكهوش وتسيبيه يعتبر للشوي. افتحي بطنه وتطلعي اللي فيها وتنضفيها، وتحشيها بقى خضرة، بصل، طماطم، وتروحي ايه عاملاها للشوي. كده بقى بننضفه على اساس ان احنا هنقليه. دولت كده كانوا مقربين على كيلو ونص زي ما انتوا شايفين كده اهوت زي العسل. النهارده نتغدوا بقى ايه انا وجوزي كده. عايزه اقول لكم هو اول يوم في رمضان مش موجود معايا، هيفطر يعتبر في الشغل، هيجي تاني يوم. فاحنا بنهيئ بقى ايه نفسنا كده هوت لرمضان احنا الاتنين، ونعملوا اكله ايه. نودعه مية، نودعه شعبان. لا طبعا ما هو كده كده شعبان معانا ورمضان جاي. قلت نعمل له غدا كده حلو عشان هو ايه مسافر، وايه وهيجينا تاني يوم رمضان. هيسيبنا بقى كده هوت ايه افطر لوحدي. فايه هنعتبر اليومين دولت كده ايه بنتغدى ونفطروا مع بعض. لكن اول يوم رمضان طبعا الشغل ده اكل عيشنا، وهيروح ويجينا تاني يوم يقعد له 3 4 ايام وهيجي ان شاء الله. هتصادف بقى ان هي اخر يوم ليه في الشغل، ان هو هيبقى ايه يوم يعتبر اول يوم رمضان. بوريكم السمنة اللي يعتبر في قلب السمكة من جوه. تحت الكفر الاسمر ده برضو سمنة خالص على فكرة. اهو بصوا السمنة اهي بسم الله ما شاء الله. دي سمكة البحيرة، بوريكم السمكة في ايديا سمنة خالص. دي سمكة البحيرة بسم الله ما شاء الله زي العسل وزي الفل. طبعا انا من اسكندرية، بس انا عارفة ايه السمكة اللي هي بتكون من البحيرة، وسمكة السمكة العادي اللي هي المزارع او اللي بتجيبوها ايه من النيل وكده. او زي ما انتوا شايفين كده احلى سمك اللي انت شايفاه ده اهو. هننضفه بقى تنظيفة حلوة كده وجميلة عشان خاطر هنقليه، ونعمله بقى ايه خلطة حلوة وجميلة. ايه يعتبر غير اللي انا بعملها ايه كل مرة. دي بقى خلطة جديدة حبيت ان انا اجربها معاكم، واللي يحب يجربها يجربها برضو حلوة وجميلة وزي الفل. بننضفه طبعا. اهم حاجة انا بشيل النخشوش كلته. في ناس ما بتشيلش النخشوش حتى لو في القلي، لكن لا انا بشيل النخشوش. بقول لكم بصوا هي كلها كده هوت كلها سمنة كده خالص، وهتلاقوا المية عايمة كده على وشها السمنة خالص. بسم الله ما شاء الله زي الفل وزي العسل. بصوا بقول لكم هي جميلة وزي الفل. بسيب بقى النخشوش كده اهو عشان بيدي شكل. اللي بسيب اللي هي يعتبر الوش السمكية عشان خاطر بتدي ايه للسمكة شكل يعني.
بص المية عاملة ازاي، كلها دهون اهوت. هنقطعهم بقى، مش هقطعهم بقى كده اهوت زي ما انتوا شايفين، هقطعهم عشان خاطر يشرب من الملح. وفي نفس الوقت انا مش هقطعهم اتنين، هسيبهم كده بس هقليهم بقى ان شاء الله. ما كانش فيهم بقى ولا في دم ولا اي حاجة، رغم ان هم كانوا كبار. قليتهم قلية حلوة وجميلة وزي الفل. هنحط بقى عليها ملح كده يعتبر وليمون، واركنها بقى كده اهوت براحتها تشرب من الملح. وبيتنزل برضو يعتبر لو فيها دم هتنزل برضو منها كده هو الدم. وتدعكيها بقى كده بالليمون من جوه ومن بره. اوعي تحطي خل، ما فيش سمك بيتحط عليه خل. اهو زي ما انتوا شايفين كده هوت. ومحضرين بقى الجرجير، كنت حاطاه في الميه كده هوت ايه وسايباه عشان نعمل بقى ايه، طبق سلطه. كل ما بعمل بروح موريكم السمنه اللي في قلب السمك. كل سنة وانتوا طيبين، وعود عليكم ان شاء الله رمضان بخير بإذن الله، وانتوا مستورين جميعا يا رب العالمين. هنا بقى ديت انا محضرة بهارات في الطبقين دولت. طبق في الدقيق، والطبق التاني يعتبر هيتحط في الخلطة اللي هي السايلة بتاعة السمك. وحطينا طبعا الحشو في شطة وكمون وفي كزبرة وملح وثوم اللي هنحشي بيه السمك. شطفنا السمك من الليمون. هناخده بقى كده السمك ايه ندعكه بقى ايه بالخلطة الحلوة ايه بتاعتنا كده هوت، عشان تشرب من التوم بتاعنا ده هوت. واهم حاجة طبعا التوم، والتوم دلوقتي الحمد لله طلع، بس لسه مش للخزين. بس اهم حاجة ان هو طلع على الاقل. خلاص التوم عندنا خلص، ناخده الفريش بقى كده، بيخلي الحاجة كلها حلوة وجميلة وزي الفل. او زي ما انتوا شايفين كده، حطيت كده في الفتحات من الخلطة الحلوة بتاعتنا اهوت. رحت ايه يعتبر حاسبهم شوية لحد ما نعمله بقى ايه الدقيق بتاعنا بالنشا. وعملت طبق السلطة برضو زي ما انتوا شايفين. هنا الدقيق بس يعتبر حطيت بقى ايه هنا، يعتبر هناك حوالي زي 3 معالق دقيق، وهنا زي نقول نص كوباية دقيق. وحطينا ايه طبعا ما عندناش زعفران، عندنا كركم، كمون، كزبرة. لو عندك كاري هتحطي. وحطيت طبعا كركم عشان خاطر ما عنديش يعتبر اللي هو ايه اللون الزعفران. هنا بقى في نشا في البلاستيكة ديت اللي حطيت عليها مية. حطيت بقى ايه يعتبر نشا وبرده دقيق اهو زي ما انتوا شايفين كده اهوت. بعد يعتبر الخلطة دي كانت فيها كلكعة بسيطة كده، فروحت ايه مضيعة. هنخلوها كده يعتبر زي الكريب كده شوية، ما تبقاش سايلة قوي. اخدت حبة من الدقيق كده عشان لقيتها سالت حب اهو زي ما انتوا شايفين كده. يعني هي ايه مش عجينة تقيلة، لا عجينة يعتبر زي الايه بتاعت الكريب كده ايه حلو. اهي جميلة وزي الفل. هنبدر بقى ايه الدقيق الاول ونركنه يشرب بقى ايه يعتبر من الدقيق دهوت، لحد ما تلاقي الدقيق ايه اختفى منه خالص وشربه ايه السمك اهو زي ما انتوا شايفين كده هوت. هنبدرها، لاحظوا ان انا قبل كده ببدر معاكم وبحطه في ميه واطلعه. صراحه طريقه حلوه وجميله جدا. وصلنا عادل باشا النهارده زي ما انتوا شايفين كده هوت. لهم نصيب ان هم يتغدوا معانا اكله هنيه بتكفي 100. ربنا يخليهم يا رب. هنسيب بقى دولت كده، وتعالوا بقى نعملوا شويه الرز الاحمر الصياديه اللي زي العسل، اللي هو من غير سكر ولا كرمله ولا اي حاجه. حطينا اهم حاجه الزيت والبصله بقى دي. تنك واقفه كده هوت جنب البوتاجاز بتقلبي فيها، تحطي ايه معلقه الملح عشان خاطر بتدبل ال- البصلايه معاكي. وايه والتنك واقفه كده، وبصي بتنشفها كده هو على طول وتخليها لون واحد، ولا تحطي سكر ولا اي حاجه. خلي بالكم البصله دي بتتحرق بسرعه عشان ديت الايه البيضه اللي يعتبر الجديد. تنك واقفه كده هوت عشان خاطر تفضلي تقلبي فيها عشان تاخدي اللون اللي انتي عايزاه اهوت، ولا هتتحرق منك ولا اي حاجه. البصله ديت تساعدك، الملح بيساعدك على ان البصلايه كلها بتبقى لون واحد وبتنشف. بس اهم حاجه اوعي تسيبيها وتمشي عشان خاطر ما تتحرقش منك.
اهوت، ولا هتحطي سكر ولا اي حاجه. طريقه حلوه الجميله لبناتنا كده الحلوين، وبقول لبناتنا كل سنه وهم طيبين. طريقه حلوه. وتحطي بقى شويه ميه يغلوا بقى يطلعوا اللون اللي انتوا شايفينها كده. اهوت طلعت اللون البني الحلو الجميل. زودتها برضو شويه ملح، ونحط بقى الرز بتاعنا ونقلبه. اهم حاجه لو انت زودتيه بميه، عشان هزوده تكون سخنه. ليه؟ مش هتاخد معاكي غلوه خالص كده اهوت، عشان خاطر ما يبقاش ايه، يبوش مني كده. بصوا ما خدتش ثانية هيت، والرز طلع جميل وفي منتهى الجمال زي ما انتوا شايفين. طريقة حلوة وجميلة وزي العسل وزي الفل. وكل سنة وانتم طيبين. بوريكم اهو الرز تاني. هنا بقى هنحط الخلطة الصفرا هنا اهوت زي ما انتوا شايفين على السمك، لان لازم تكون في بلاستيكة كبيرة. دي ايه، يعتبر البلاستيكة دي صغير، فحطيت بقى في البلاستيكة هي شرب كده هوت يعتبر الدقيق. ناخده بقى من الخلطة الحلوة بتاعتنا كده هوت. الخلطة دي ما تخليش بقى ايه، الزيت يتحرق منك ولا اي حاجة. وانا برضو بعمله من غير الخلطة الصفراء، برضو بحطه في مية قبل القلي. انتوا طبعا اللي متابعني عارف ايه اللي انا بعمله في السمك لما باجي بقلي. طبعا هنا انا حبيت اجربه، وبوريهولكوا برضو اللي عايز يجربه بالطريقة الحلوة الجميلة ديت. هو حلو وجميل وزي الفل، بس الكفر بتاعه يعتبر كان تخين كده شوية. فاللي حب ان هو يعمله برضو بيبقى مقرمش وحلو وجميل وزي الفل. الكبيرة طبعا ديت الاتنين يعتبر انا خليتهم الاول عالي، وبعدين وخليت النار يعتبر مش عالية، لا خليتها في الوسط عشان ما تحرقش مننا، وفي نفس الوقت يبقى من جواها دم. لا تقلبي من هنا شوية ومن هنا شوية عشان خاطر تحس ان هي بتستوي من الجنب ده ومن الجنب ده، ما تخليهاش على جنب واحد بس. اهي تتقلت وبقت حلوة وفي قرمشة وزي الفل وزي العسل. اهو زي ما انتوا شايفين كده بالطريقة الحلوة الجميلة ديت. ده كان غدانا كده النهاردة أنا وجوزي. وبقول لكم كده يا رب يكون فيديو النهاردة كده عجبكم، وما تنسونيش في اللايك والشير، واللي يشوفني لأول مرة يفعل الجرس عشان يوصله كل جديد فضلا وليس أمرا. مع شوية الرز بقى السخنين اللي زي العسل، والجو اللي هو المتلج، بتكليف ألف هنا وشفا. والنهارده كان طالع من حظنا عادل ومامته اتغدوا معانا، اقسم بالله فضلت نص سمكايه مننا احنا الاربع. وده كان فيديو كده النهارده بتاعنا. يا رب يكون عجبكم، وانتوا زي ما انتوا شايفين طريقه حلوه وجميله في الرز وفي السمك. ويا رب يكون كده عجبكم. بقول لكم سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.